والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات الأعزاء الجالي من الجالية المغربية في فنلندا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أبعث إليكم بأحر التهاني وأطيب الأماني. نسأل الله العلي القدير أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات. عيد الأضحى هو عيد الفداء والتضحية، يذكرنا بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، ويعلمنا معاني الإخلاص والتضحية في سبيل الله. إنه وقت للتأمل والشكر والتقرب إلى الله، وفرصة لتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية. في هذه المناسبة السعيدة نتوجه بخالص التهاني وأسمى عبارات الولاء والإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده، سائلين الله أن يحفظه فيه ويموته بموفور الصحة والعافية، وأن يبارك في أعماله ويجعله ذخرا وسندا لهذا الوطن العزيز. كما نتقدم بأطيب التهاني إلى الأسرة الملكية الشريفة، داعين الله أن يديم عليهما نعمة الصحة والسعادة. إخوتي أخواتي، لنستغل هذه المناسبة لتعزيز أواصر المحبة والتآخي بيننا، ولنحرص على دعم بعضنا البعض وتقديم يد العون لمن يحتاجها، لنكون مثالا يحتذى به في التضامن والتكافل، مجسدين بذلك قيم ديننا الحنيف وأخلاقنا المغربية الأصيلة. في الختام أسأل الله تعالى أن يجعل عيدكم هذا عيد خير وبركة، وأن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يرزقنا جميعا السعادة والهناء. كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجلس مغاربة فنلندا. شكرا.